لو أنت شاب في العشرينات أو عندك 25 سنة أو أقل من كده أو أكبر من كده، فصدّقني الفيديو ده أهم فيديو أنت ممكن تشوفه الفترة دي، والفيديو ده هيلخّص لك كتير أوي. امبارح تميت 25 سنة الحمد لله، والغريبة إن وأنا صغير كنت فاكر إن لمّا هييجي السن ده هاكون عرفت أنا عايز أعمل إيه، حققت اللي أنا عايزه، هاكون استقريت على شغل، هاكون حققت الحاجة اللي أنا نفسي فيها، ولكن الحقيقة والواقع المؤلم إن بجد مش كل اللي إحنا عايزينه أو كل اللي في دماغك زي اللي هيحصل، بجد الواقع مختلف تمامًا. لكن لمّا أنا وصلت 25 سنة اكتشفت إن أنا فخور بنفسي وفخور بكل حاجة عملتها. ما حققتش كل اللي أنا عايزه، ولكن فخور بنفسي لإن كل اللي أنا مرّيت بيه ده ما كانش صعب وما كانش سهل. في الفيديو ده أنا مش جاي أقول لك نجاحات ومش جاي أقول لك قد إيه أنا عالمي، بالعكس الفيديو ده مش نجاحات ومش جاي أقول لك قد إيه أنا عالمي أو أنا عظيم، بس الفيديو ده بجد هي وقفة مع النفس علشان أقول لك إيه اللي أنا اتعلمته في أول 25 سنة من حياتي، واللي أنا أتمنى إن هم يفرقوا معاك لو أنت داخل في المرحلة دي أو في السن ده، علشان ما تمُرّش باللي أنا مرّيت بيه وتنجح أسرع وتوصل أسرع. فتابع الفيديو ويالّا بينا. أهلًا بيك، كيف الحال؟ ركّز بقى معايا وهات ورقة وقلم وكوباية الشاي أو كوباية القهوة أو النسكافيه، علشان إحنا حرفيًا هنخش في الغويط دلوقتي، وده أهم حاجة يا صديقي العزيز. يالّا بينا. أول حاجة لازم تعرفها ودي اللي هتسهل عليَّ وعليك كتير جدًا، 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 إن الحياة ما بتمشيش بالخطة اللي أنا وأنت كنا حاطينها نهائي. ده مش معناها إن الحياة مشتتة، يعني وأنا كان عندي 17 سنة أو 18 سنة كنت أنا متهيأ لي في تانية ثانوي وأولى ثانوي، لو أنت كنت جيت قُلت لي إن في الفترة دي إن أنا هاخلّص ثانوية، أنا كنت عامل حسابي إن أنا هاخلّص ثانوية عامة، هاخش جامعة في مصر أيًا كان هندسة أو أيًا كان وخلاص وبدأت أرسم حياتي. خلّصت ثانوية عامة، والدي قال لي: "يالّا هنخش هندسة في مصر." دخلت هندسة في مصر، ما عجبتنيش جدًا، لإن أنا كان عندي فكرة السفر من زمان أصلًا. هوبا روسيا، واقف أنا باتكلم أنا وواحد صاحبي قال لي: "روسيا، يالّا روسيا." سافرت روسيا. أنا كنت عارف إن أنا هاخش ميكاترونكس. لو جيت بقى بعديها قُلت لي إن أنا وأنا مثلًا خلاص وأنا في الجامعة في الفترة الأخيرة هاتجوّز، هاعمل business ومراتي هتبقى حامل، أنت بتتكلم في وضع اللي هو الحياة ما بتمشيش زي ما أنا وأنت عايزين، دي أكتر حاجة لازم تكون عارفها. أنا كنت راسم خطة، أنا هاخلّص مثلًا بكالوريوس في روسيا وهاسافر ألمانيا وهاكمّل. سبحان الله اتجوّزت، شغّال، الحياة عمرها يا صديقي العزيز ما بتمشي زي ما أنا وأنت عايزين نهائي. من أكتر الحاجات اللي أنا ندمت عليها من سنين إن أنا كنت دايمًا باقول أنا هابدأ محتوى، أنا مستني أجيب الكاميرا العالمية، أنا مستني أجيب المايك، أنا مستني أجيب الstand، أنا مستني أجيب الsoft box ده، أنا مستني أجيب الإضاءة دي، أنا مستني أجيب المايك الDJI. وفي الحقيقة والله إن مخّك كل ده بيرسم لك تخيلات وحاجات إن أنت مش هتعرف تبدأ غير لمّا تكون عايز كل ده، ولكن الحقيقة فعلًا إن أنا جبت أهو المايك ده، جبت الكاميرا اللي باصوّر بيها دي، عندي الsoft box، عندي الخلفية، عندي كل حاجة، وقاعد ما باعملش أي محتوى. من ساعة ما جيت وأنا باقول أنا هاعمل محتوى، أنا هالِف العالم وهاستنى لمّا أرتّب أفكاري، هاستنى لمّا أجمّع أفكاري، هاستنى لمّا الدنيا تهدى وما أكونش مشغول. وفي الحقيقة والله يا صديقي العزيز اللي أنا محتاج أقوله لك إن عُمر الوقت ده ولا الوقت المناسب بييجي، اللي أنا لازم أقوله لك ابدأ، ابدأ ثم ابدأ، ابدأ بأقل التكاليف. أنا حرفيًا لمّا جيت أنا بدأت يعني ما كانش معايا أي حاجة، ويكاد يكون إن أنا لمّا جيت بدأت محتوى، أنا زمان ما كانش معايا أي معدات ولا أي حاجة، كنت أنا أحسن من دلوقتي بكتير جدًا، كان معايا تليفون بس باعمل بيه حرفيًا كل حاجة. بقى عندي كل حاجة وأنا مش عارف أبدأ، ليه؟ لإن دماغك شغالة تكسّلك، تقول لك استنى واعمل كذا، واعمل كذا، واعمل كذا. واعرف حاجة كويسة، أنا مش جاي أقول لك إن السنين اللي فاتت من حياتي ضاعت، بالعكس هي كوّنت خبرات وعملت شخصية محمد، ووصلت 25 سنة وأنا وأنا عندي خبرات وعندي حاجة كويسة، ولكن أنا مش عايز أخش على ال30 بنفس الأعذار دي. أنت متخيل إن أنا عندي 25 سنة وهيبقى كمان 5 سنين يبقى عندي 30 سنة؟ دي مصيبة، دي كارثة وإحنا لسه بنأجل. نرجع لموضوعنا. الدرس رقم 1 اللي أنا جاي أقوله لك وعايز أعلمه لك، ثق في نفسك وما تختارش. أنا مش جاي أقول لك إن أنت تشوف نفسك ولا الكلام ده، ولكن اللي أنا جاي أقوله لك اتقي الله واشتغل واسعى واعمل اللي عليك وثق في نفسك، ما يشغلش بالك الناس هتقول عليك إيه، ده سبقني ولو أنا كنت بدأت من 5 سنين كان زماني معدي العالمية. كل دي أفكار شيطانية. ابدأ من دلوقتي وقوم واسعى واعمل اللي عليك وربنا هيكرمك.
وانت في طريق نجاحك لازم تعمل حاجتين: تقفل دول وتقلل ده، اقفل دول وتقلل ده، علشان لما هتبطل تسمع لكلام الناس وهتتكلم قليل هتشتغل، فما يفرقش معاك حرفيا اي حاجة. ولو انت فشلت في تجربة ده مش معناها ان انت شخص فاشل، بالعكس يكفي شرف المحاولة. ما تخليش كلام الناس يفرق معاك، ما تخليش كلام اي حد في الدنيا يفرق معاك، يكفي ان انت عملت اللي عليك وبتسعى، صدقني. الخوف مش هيختفي قبل ما تبدأ، فانت ابدأ، وانت بتبدأ هتلاقي الخوف بيروح، وهتتعلم تاتا تاتا في الطريق. والجملة المشهورة اللي انا دايما بقولها: اتحرك والثقة هتيجي في الطريق. يعني انت ابدأ اشتغل، وانت شغال هتلاقي الثقة بتجيلك، اسمع مني والله. رقم 2: لازم تخطط لحياتك ولأهدافك، لأن أنت من غير خطة، من غير أي حاجة، هتحس إن يومك ملخبط، هتقول إيه ده يوم مشغول جدا، أنا مش بعرف أعمل أي حاجة. لازم تحط هدف للسنة، ومن بعد السنة تحط هدف إيه للمينيير، يعني تحط هدف للكوارتات، وبعديها تحط هدف للشهر، وبعد الشهر تحط هدف للإيه للأسبوع، بحيث تبقى عارف أنت بتعمل إيه. لأن أنت من غير أهداف هتحس إن أنت ما بتعملش أي حاجة. واعرف حاجة مهمة: الخطة اللي انت هتحطها او الحاجة اللي انت هتحطها ده مش قرآن ولا ده اي حاجة، لان احنا كلنا بشر، وممكن يحصل لك اي ظرف، يحصل اي حاجة، بس على الاقل احنا عندنا هدف وخطة هنمشي عليهم. لان انت في الحقيقة هتكون مش بتتقدم في اي اتجاه، لان انت من غير اي خطة او اي حاجة فصدقني انت مش هتلاقي نفسك اصلا بتتقدم. فلازم تكون عارف انت عايز شكل حياتك تكون عاملة ازاي، وتحط هدف للسنة، ومن بعد السنة تحط هدف لكل 3 شهور، ومن بعديها تحط هدف للشهر، ومن بعد الشهر تحط هدف للأسبوع. وكل يوم اسأل نفسك سؤال واحد، سؤال واحد: ايه الخطوة اللي انا لو عملتها هتقربني من هدفي؟ كل يوم لازم تسأل نفسك السؤال ده قبل ما تنام او اول ما تصحى. قول لنفسك ايه الحاجة اللي انا لو عملتها النهاردة اللي هتقربني من هدفي. ولازم تقعد مع نفسك قعدة تامة من غير تليفون، من غير اي حاجة، وتحط عندك اهداف، وتعرف انت الفترة الجاية والله مثلا انا عايز اتعلم هندي، انا عايز اتعلم صيني، انا عايز اتعلم بروجرامنج، انا عايز اتعلم الماني. لازم تعرف انت عايز تعمل ايه، علشان ما ينفعش ان انت تكون عايش من غير اهداف. وببساطة ليه انت لازم تكون عارف ان انت هتعيش، او لازم تحط خطة؟ لان انت لو عشت حياتك كده من غير اهداف، من غير اي حاجة، لازم تعرف ان ربنا هيحاسبك على عمرك، هيحاسبك على كل ده. فاحنا مسؤولين بالسعي وان احنا نبقى ناس ناجحة. ربنا عمرنا ما خلقنا تعساء ولا بؤساء ولا الكلام ده، بالعكس ربنا خلقنا ناس جميلة وناس ناجحة وناس طموحة. ولازم تاخد بالك من حاجة مهمة: الخطة دي مش قرآن، واللي أنا بقول أنت حطيت خطة مش معناها إن لازم أمشي عليها، لأن دي واجبة التغيير في أي وقت. ممكن يحصل لك ظرف، حد يتوفى، ممكن يجي لك أي ايفنت عندك، مش عارفة إيه، بلدك تتغير، كل ده. ولكن اللي أنا بقوله لك إن أنت لازم تكون في حياتك ماشي بأهداف وخطة واضحة. الدرس الثالث والأهم: لو ما نظمتش حياتك، حياتك هتنظمك غصب عنك. وصدقني والله ده عن تجربة شخصية. الحياة اللي ما بتكونش منظمة بتضيع من غير ما تحس. تصحى من غير خطة، تمسك التليفون تفكر في 10 حاجات، تيجي تلاقي اليوم خلص وتلاقي نفسك تعبان جدا من غير ما عملت اي حاجة. كل ده ليه؟ علشان انت ما نظمتش اليوم من قبليها، من قبل ما تنام. علشان كده قبل ما تنام اكتب انت تاني يوم عايز تعمل ايه. والله انا عايز اصحى مثلا هصلي الفجر، عايز اعمل 1 2 3 4. لازم تعرف انت عايز تعمل ايه. التنظيم مش معناه ان انت تعيش وقتك كأنك آلة، بالعكس انت لازم تحط وقت لنفسك، وقت لربنا، وقت لشغلك، وقت لأهلك، يبقى كل حاجة منظمة وعارف انت بتستخدم وقتك في ايه بالظبط. الدرس الرابع: ما تبدأش 10 حاجات في وقت واحد. ودي كان غلطة كبيرة جدا 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 انا كنت بعملها. باجي اقول ايه، انا عايز اتعلم مونتاج، انا عايز اكمل كورس الالماني، انا عايز اتعلم ازاي اكتب سكريبتات، انا عايز اتعلم ازاي ان انا اصور واعمل محتوى. وفي الاخر بتيجي تلاقي نفسك اخر السنه او اخر كل سنه او اخر كل شهر انت ما بتعملش اي حاجه. ليه؟ لان انت بتلاقي نفسك ان انت جيت وقت واحد مليت دماغك بكم حاجات وفي الاخر مفيش. فاللي انا اتعلمته ان انت حط لنفسك هدف او اتنين بس، وبعد كده خش على اللي بعده. يعني مثلا قول والله انا ال3 شهور الجايين دول، السنه فاضل فيها دلوقتي مثلا 6 شهور او 5 شهور، هتعلم مثلا والله فيهم في شهرين كورس الانجليش اللي انا بقالي 600 الف سنه بقول هاخده وما باخدوش. وهاجي في اللي بعديهم هتعلم كورس المونتاج واخلصه. ليه؟ لان ببساطه لو انت خدت بالك، لو انت جيت شهرين او 3 شهور عملت حاجه بتركيز كويس جدا جدا واديتها وقتها، هتلاقي الحاجه دي بعدين بتعود ليك بشكل كبير جدا.
فأنت تركّز على مشروع واحد وتقفّله وتكبّره وتسلّمه، أحسن ما تلاقي عندك 10 أهداف وفي الآخر 0. أوكي؟ الدرس الخامس اللي أنا بجد محتاج أقوله لك، ودي الحتّة الأقرب في الفيديو إلى قلبي، واللي أنا بجد بقى يعني باتكلّم فيها من كل قلبي. علاقتك بربنا مش حاجة مؤجلة، علاقتك بربنا مش حاجة مؤجلة، مش لمّا الدنيا تهدى هاصلّي، مش لمّا بيبقى عندي وقت هاقرأ قرآن، مش لمّا يبقى مش عارفة هاعمل إيه، ما فيش الكلام ده. اوعى تعامل ربنا بالكلام ده. آآ يعني مش عارف أقول لكم إيه والله، الفيديو ده خُد بالكم مش هيتمنتج اللي هو واو ولا هيتقطّع هينزل زي ما هو. بجد علاقتك بربنا مش حاجة مؤجلة، في 5 صلوات في اليوم لازم نصليهم. هتقول لي أنا الدنيا اللي فاتت أو كانت الفترة اللي فاتت الدنيا خربانة، ربنا غفور رحيم، بجد إحنا مش صغيرين، إحنا بقينا ناس كبيرة. علاقتك بربنا مش حاجة مؤجلة، مجرد ما ما الأذان يأذن روح صلي، عندك 5 صلوات في اليوم، على الأقل اقرأ ولو آية في اليوم، مش هاقول لك اقرأ صفحة، ولو آية في اليوم، ولو آية في اليوم، تصدق في الأسبوع ولو ب10 جنيه، لو ب5 جنيه، لو جنيه. ولكن بجد علاقتك بربنا مش حاجة مؤجلة، مش لمّا يبقى عندي وقت هاصلّي، مش لمّا يبقى في وقت هاقرأ قرآن، والله العظيم والله، والله، والله عمري وكل الناس اللي قريبة منّي جدًا، جدًا وعارفاني، لمّا الواحد كان بعيد عن ربنا وما كانش علاقته بربنا كويسة، كان عايش في حياة زي القرف، ولمّا الواحد قرّب من ربنا، ربنا كرمه وفتح عليه وصلح حاله وعيّشه في حياة جميلة. فبالله عليك اوعى تعامل ربنا علاقتك بربنا تكون مؤجلة، لأ، خلّي ربنا رقم 1 في حياتك، وربنا والله العظيم هيخلّيك رقم 1 في حياتك. حُط ال5 صلوات، لأ حتى لو أنت متغرّب، أنا في مصلية صغيرة باخدها معايا دايمًا في الشارع، صلّي. أنتم في مصر عندكم ما شاء الله الحياة جميلة، تقدر تخش المسجد، فاوعى تعامل ربنا إن هي علاقة مؤجلة، عندك 5 صلوات، عندك على الأقل في يوم آية قرآن، بُص أو صفحة أو نُص صفحة، جرّب تعمل دول بس لمدة أسبوع والله العظيم هتلاقي نفسك ارتحت. إحنا بنقول الدنيا صعبة والدنيا خربانة والدنيا بايظة، وإحنا سايبين أهم جانب مقصّرين فيه. لو أنت اهتميت بالجانب ده هتلاقي حياتك والله جميلة وحلوة ومش هتشتكي من كآبة ومن حزن ومن قلة فلوس. فاسمع كلام أخوك بالله عليك عشان ترتاح، أوكي؟ رقم 6 والدرس السادس، ارضى لكن ما تبطّلش سعي. مش معنى إن أنت ترضى يبقى أنت تبطّل سعي ولا الكلام ده، ولكن اللي أنا أقصد أقوله لك هنا، إحنا عندنا نِعَم كتيرة جدًا لازم نبُص فيها ولازم نشوف نِعَم ربنا علينا. يعني أنت ربنا مدّيك نِعَم كتيرة، عندك إيد، عندك عين، عندك مناخير بتنفّس، عندك بُق، كل دي نِعَم أنت مش شايفها. ما تقولش لأ ده أحسن منّي، بُص للناس اللي أقل منّك، روح المستشفيات، روح شوف الناس اللي أقل منّك، شوف اللي ما عندوش إيد. لو بصيت على نُص الكوباية المليان هتلاقي إن أنت حياتك نعمة والله العظيم وغيرك يتمناها. الدرس رقم 7 والنقطة رقم 7، ما تخلّيش الفلوس تبقى هي سيدك. يعني إيه؟ فلوس مهمة وهي اللي بتأكّلك وتشرّبك وبتعمل كل حاجة، ولكن في فرق لمّا بتيجي هنا الفلوس تتحوّل لتبقى هي محور حياتك كلّها، وبسببها ممكن تخسر علاقتك بربنا، علاقتك بأهلك وأصحابك والناس كلّها. خلّي الفلوس هي وسيلة مش هدف، لإن أنت لو خلّيتها هدف وبتجري وراها هتلاقي نَفْسك كل أمّا بتوصل لرقم عايز توصل للرقم اللي بعده. فخلّي الفلوس وسيلة ما تخلّيهاش هدف، علشان لو عملت كده أنت ممكن تخسر كل حاجة في الحياة. أنا مش باقول لك ما تجريش على رزقك ولا ما تتعبش ولا الكلام ده، اعمل كل ده، ولكن خلّي هدفك مش إن أنت يبقى عندك فلوس أكتر، خلّي هدفك إن أنت تشتغل على نفسك أكتر، إن أنت تطوّر نفسك أكتر ويبقى عندك مهارات أكتر، عشان ساعتها هتحس بقيمة نفسك وهترضى وهتتبسط أكتر. لمّا أنت تبقى شاطر وتبقى أنت بتفيد الناس وتبقى أنت راجل مواعيدك مضبوطة وحياتك مضبوطة، هتلاقي الفلوس هي اللي بتجري وراك مش أنت اللي بتجري وراها، ودي عن تجربة والله العظيم. خلّي الفلوس تخدم حياتك، ما تخلّيش حياتك كلّها تخدم الفلوس، واخد بالك؟ الدرس رقم 8 أو النقطة رقم 8، النجاح مش بس شهرة. قبل ما أتجوّز كنت فاكر إن أنا الحياة عبارة عن إنجازات وإن أنا أبقى عالمي وإن أنا كذا والكلام ده، بس لمّا أنا اتجوّزت بقى عندي بيت، بقى عندي زوجة، وبقى عندي كل ده، اكتشفت إن أنت يبقى بيتك كويس، بيتك إن أنت مراتك حاسة بالأمان أو إن أنت عايش عيشة هادية، ده أهم بكتير من أي فلوس، من أي حاجة. النجاح مش فلوس وشهرة. قبل ما أتجوّز كنت فاكر إن النجاح هو شغل وفلوس وإنجازات بس، ولكن جيت بعديها اكتشفت لمّا بقى عندي بيت، بقى عندي زوجة، إن ممكن تكون أنت الفلوس دي هي صفر على الشمال. ليه؟
لأن أنت محتاج إن أنت تحسّسهم بالأمان، محتاج إن أنت تحسّسهم إن أنت جنبهم، وإن أنت يبقى عندك وقت إن أنت تسمعهم وإن أنت تقف جنبهم. مش معنى إن أنت بتصرف على بيتك يبقى أنت كده اديتهم كل اللي عليك، لأ، ده 1 أو 2% من اللي عليك. وجودك واهتمامك مهمين بالضبط جدًا زي ما الفلوس مهمة، واخد بالك؟ رقم 9 أو النقطة رقم 9، المقارنة بتسرق منّك حياتك، المقارنة بتسرق منّك حياتك، ودي أهم نقطة وآخر نقطة. كنت أنا زمان لمّا باشوف حد سابقني في المحتوى أو سابقني في الbusiness كنت أنا بازعل وباحس إن أنا متأخّر، ولكن اكتشفت حاجة مهمة بعد فترة من الموضوع ده، لإن الموضوع ده كان بيأثّر فيّا بشكل غير طبيعي، إن كل واحد فينا في حياته هو ليه حياة مختلفة ونمط حياة مختلف وليه ظروف مختلفة وليه تجارب مختلفة. يعني أنا لمّا بعدت فترة كبيرة جدًا عن المحتوى كنت أنا في سنة التخرُّج، أهم سنة في حياتي، ودي السنة اللي أنا جيت هنا. وده السبب اللي أنا جيت بيه هنا عشان أتخرّج وأهلي يشوفوني يفرحوا بالشهادة، فأنا اضطريت غصبٍ عني إن أنا أسيب الشغل وإن أنا أسيب الbusiness وأسيب المحتوى وأسيب كل حاجة وأركّز في الهدف اللي أنا جيت هنا عشانه. غيري كان مكمّل عشان ممكن يكون هو ما كانش عنده ده. فكل واحد فينا ليه قصة مختلفة وليه حاجة مختلفة. بدل ما تراقب الناس دي وصلت لفين، ركّز وركّز على نَفْسك، شوف هل أنت خدت خطوة حقيقية والّا لأ؟ آخر حاجة وأهم حاجة في الفيديو، هل أنت راضي عن أول 25 سنة في حياتك؟ الحمد لله، الحمد لله والله بجد أنا مش باقول لكم كده عشان أبقى باتكلم قدّام الكاميرا أو كده، ولكن الحمد لله، راضي عن تجربة السفر، راضي عن إن أنا الحمد لله جيت، اتعلمت، خدت شهادة من برّه، اتجوزت، فتحت بيت، فتحت شركة، ولكن الكام بجد يعني دي الحاجات اللي أنا مش راضي عنهم، إن أنا كنت باشتت نفسي كتير جدًا، 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 كنت باكسل وباسوّف بشكل غير طبيعي، أقول هاعمل الحاجة دي بُكرة، بعده، وبعده، وبعده، واللي أنا والله بجد اتعلمته واللي أنا بجد محتاج أقوله لك، ما تخلّيش حاجة تكسّلك، ما تسوّفش، عايز تعمل حاجة ابدأ من دلوقتي، مهمًا كان معاك إيه، أنت معاك مُعدات، معاكش مُعدات، عايز تتعلّم لغة، معاكش كورسات، افتح اليوتيوب، عايز تتعلّم مونتاج، ابدأ، ما تخلّيش أي حاجة توقّفك، أنت مش قليل، أنت جميل، أنت عالمي، أنت قمر، أنت زي الفل. أنا والله العظيم الفيديو ده من أسعد فيديوهات حياتي، لإن أنا كان بقى لي فترة مش في الmood نهائي، وكنت باتكلم مع الtherapist فقررنا إن إحنا لازم هنعمل الفيديو ده، وإن أنا لازم أعمل فيديو زي ده علشان أقول لكم أنت مش قليل، أنت جميل، أنت عالمي، أنت زي الفل. ابدأ من دلوقتي عشان خاطري بالله عليك، واعرف وصدّق في نفسك وصدّق في حلمك، وأهم حاجة بالله عليك لو أنت علاقتك مع ربنا مش كويسة، صلّح علاقتك مع ربنا، لإن دي أهم علاقة في الدنيا وهتنجح والله العظيم. وأول ما تيجي تبُص لنفسك، بُص للي فات اللي أنت عدّيت بيه، لإن كل واحد فينا رحلته مختلفة. مش عارف أقول لكم إيه، أنا عارف إن أنا طوّلت عليكم جدًا، 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 حتى مراتي برّه كده. شكرًا جدًا ليكم لو وصلت لحد هنا، ما تنساش تعمل لي follow وتعمل لي like، comment، subscribe، كل حاجة جميلة. الفترة الجاية في محتوى، في فيديوهات عن السفر، عن الدراسة بشكل مختلف، تابعوني. باحبكم جدًا، سلام عليكم.